البنزين مغشوش. انا بقالي يومين ما بسمعش غير ان البنزين مغشوش، ايا كانت المحافظه، ايا كان البنزين اللي حطوه من انهي بنزينه بالظبط. سؤال حلو. تعرف منين ان البنزين اللي انت حطيته مغشوش؟ هقول لك يا سيدي. اول حاجه هتلاقي العربيه بترعش معاك، بتقطع. هتلاقي ان العادم بيطلع من العربيه لونه اسود. هتلاقي استهلاك البنزين بقى اكتر من العاده. ما تقلقش، انا بكلمك في مشكله وجايب لك الحل معايا. 3 منتجات من روزويل الالماني، اتحداك ان انت تستخدم اي واحد فيهم والمشكله تفضل موجوده. هكلمك عن اول واحد، ال 22 جي. ده بيتفاعل مع الميه، بيحولها لجزيئات صغيره جدا عشان تخرج مع العادم من غير ما تسبب اي اضرار. تاني حاجه، ال 21 جي، الخمسة في واحد. منظف كامل لدورة الوقود، بينظف علبة البيئة، بيساعد في عملية تفتيت الكربون من على الرشاشات ومن على الصبابات، ترميم وحماية للصبابات من التآكل وتراكم الكربون، وبيوفر في استهلاك البنزين بشكل ملحوظ. تالت حاجة جايبها لك معايا النهاردة، ال 20 جي، 8 في واحد، أحدث تقنية لتفتيت الكربون، ال PEA Decarbonization. بيشيل السلادج من على الصبابات، بيشيل الرواسب من البنزين، بيشيل المية من البنزين، بيمنع الصدى والتآكل من الدورة، بيعلي الأوكتين، بينظف علبة البيئة، وبيوفر في استهلاك البنزين، بيرجع الموتور لحالته الأصلية. أيا كان البنزين أنت حطيته من أي بنزينة، الحق عربيتك قبل ما تضطر تغير ترمبة البنزين. أنا قلت لك